بصوا خلينا صراحة مع بعض، كلنا بنحب صلاح ما فيهاش كلام، ولكن بداية صلاح للموسم ده بعد 4 ماتشات رسمية مع ليفربول، يعني في ماتش كوميونتي شيلد ضيع بينالتي، وفي اول 3 ماتشات في الدوري طالع بجون واسيست، واللي اتفرج على الماتشات دي عارف ان صلاح ما كانش احسن حاجة، الكرة بتقطع منه كتير وتحس ان هو كده دايما بعيد عن المرمى. ففي حلقة النهارده جايين نتكلم هل صلاح مستواه قل، ولو فعلا قل ايه الاسباب اللي ممكن تكون سببت ده. فبالتالي اول ما نشوف الاسباب دي هنقدر نقرر بشكل ما هو الموضوع ده فترة مؤقتة ولا قريب جدا صلاح تاني هيرجع فورمه. وطبعا هنستعين بالتكتيكال بورد بتاعي عشان اشرح بس طريقه لعب ليفربول اللي ممكن تكون هي السبب في الموضوع ده. يلا بينا. طيب انا قلت لك ان انا شايف ان صلاح مستوى قل. طب ايه السبب اللي مخلي صلاح مستواه مش احسن حاجه؟ بكل بساطه الاجابه هي فريمبونج. على قد ما انا شايف ان خلاصه ال4 ماتشات صلاح ما كانش احسن حاجه، ولكن انا شايف ان بالذات ماتش نيوكاسل وارسنال صلاح كان اوحش حبتين، مش بس عشان هو مش في فورمه جيده، ولكن هو عشان في الماتشين دول كان بعيد جدا على المرمى، فحتى ما تحسش ان هو كان خطير. يعني في ماتشات كتيره جدا في السنين اللي فاتت كانت احيانا بتحصل انك بتشوف صلاح النهارده مش مفير، ولكن كنت دايما بتحس ان صلاح خطير، بالذات لو انت بتتفرج من وجهه نظر واحد بيلعب ضد صلاح. يعني مثلا انا في حالتي انا بشجع تشيلسي، لما باجي اتفرج على ماتشات تشيلسي قدام ليفربول، سواء ليفربول كويس او لا، سواء صلاح كويس او لا، بس انا حاسس بخطورته. في ماتشين نيوكاسل وارسنال حتى دي ما حسيتش بيها. واجابه السؤال ده هو فريمبونج. احنا شفنا ماتشين ليفربول مع فريمبونج وماتشين من غير. هل اتغير سيستم ليفربول؟ بكل تاكيد. تعال نفترض ان الباك اليمين اللي هناك ده اللي منطلق وفاتح ناحيه اليمين دي هو فريمبونج. لما فريمبونج بيبقى موجود وليفربول معاه الكوره وبيبدا الهجمه من تحت، بيبقى في 3 سنتر باكس موجودين. كيركز بيفضل ثابت ورا، فان دايك وكوناتي. قدامهم بيبقى 2 عشان جرافنبرتش كان موقوف وما كانش بيلعب، فكنا بنشوف سوبوسلاي وماكاليستر. قدامهم فيرتس هنا مايل شويه ناحيه الشمال، وهنا كان في صلاح الكتيك سترايكر. ومين اللي فاتح ناحيه الشمال خالص؟ ما احنا قلنا ايه، كيركز ثابت ورا، جاكبو هو اللي فاتح ناحيه الشمال. زي ما قلت لك في حلقه مانشستر يونايتد، كل الفرق دلوقتي عايزه تملى نص الملعب ولكن برضو تعمل ستريتش لعرض الملعب، فلازم يكون دايما في 2، سواء واحد ناحيه اليمين واحد ناحيه الشمال، فاتحين عرض الملعب عشان ما يبقاش الموضوع سهل بالنسبه للفرق اللي بتلعبك ان هي تمسك لعيب. حلو كده. يبقى في الحاله دي صلاح تحت المهاجم نوعا ما، في الحته اللي بيكون ممكن يتمسك من لعيب في خط النص، ممكن يتمسك من الباك الشمال بتاع الفرقه اللي قدامك، ممكن يتمسك من السنتر باك اللي مايل ناحيه الشمال من الفرقه اللي قدامك، بس في الاريا دي. طيب في حاله عدم وجود فريمبونج، مين اللي بيلعب مكانه؟ سوبوسلاي. بس هل سوبوسلاي بياخد نفس الدور ده ويبقى فاتح هو ناحيه اليمين؟ الاجابه لا. سوبوسلاي لما يجوا يبداوا هجمه بيدخل هو نص الملعب. طب بيدخل بدل مين؟ بيدخل بدل ماكاليستر. ماكاليستر بيروح فين؟ ماكاليستر هو اللي بيطلع قدام يلعب جنب فيرتس. طب ده معناه صلاح بيروح فين؟ صلاح هو اللي بيكون فاتح عرض الملعب. فدلوقتي صلاح وجاكبو هما اللي عاملين ستريتش للملعب، فبالتالي صلاح بعيد اكتر عن المرمى، فبالتالي خطورته بتقل بشكل كبير. هو ده السبب بكل بساطه. انا مش شايف ان صلاح في وجود فريمبونج هو اللي بيبقى فاتح ناحيه اليمين وصلاح بيبقى في اماكن اخطر، فعدم وجود فريمبونج بيبقى صلاح هو اللي لازم يمسك ناحيه اليمين دي. طيب هل ده معناه ان دي مشكله مؤقته وخلاص فريمبونج هيرجع من الاصابه قريب بعد الانترناشونال بريك وهيرجع تاني يلعب وصلاح هيبقى في المكان اللي هو خطير منه؟ اقول لك ان في مشكلتين هنا. اولا سوبوسلاي ناحيه اليمين في ناحيه الباك رايت عامل ماتشين خرافيين سواء قدام نيوكاسل او ارسنال، فبيصعب جدا فكره ان هو يقعد دكه، لان هو لو فريمبونج رجع ولعب فانت عندك كده خلاص فريمبونج ناحيه اليمين، الاثنين في نص الملعب هما ماكاليستر وجرافنبرش وقدامهم فيرتس. عشان سوبوسلاي يدخل لازم يدخل مكان واحد من الثلاثه دول، وده صعب جدا يحصل. فبالتالي عشان تخلي سوبوسلاي موجود في الملعب ده معناه ان انت تخليه يكمل يلعب هو كباك رايت وفريمبونج وبرادلي يبقوا قاعدين بره. مش عارف ده هيحصل ولا لا، بس دي ممكن تكون من الحاجات اللي سلوت هيفكر فيها في البريك ده. الحاجه الثانيه ان يا سيدي فريمبونج رجع ويلعب وبقى موجود وبقى فاتح هو عرض الملعب وبقى هو اللي عامل ستريتش لعرض الملعب، وصلاح بقى هو في الاماكن الخطيره. ماشي حلو، صلاح هيبقى في اماكن اخطر، صلاح هيبقى ايجابي اكتر على المرمى، لكن صلاح مش فورمه. احنا ده اللي احنا قلنا في اول الكلام. هل صلاح بقى الفورمه بتاعته هترجع في اسرع وقت ولا لا؟ ده سؤال احنا مش عارفين اجابته. اصل خلي بالك احنا ما نقدرش قوي نعتمد على اللي كان صلاح بيعمله زمان. يعني مثلا قبل كده صلاح كان احيانا بيعدي عليه ماتشين 3 ما بيكونش احسن حاجه، بس على طول بيرجع منها. فهل ده معناه ان احنا ممكن نطبق نفس الكلام ده دلوقتي؟ يعني هل دلوقتي ممكن نقول ان عادي يا عم ما كانش فورمه في اول ماتشين 3 بس الفتره اللي جايه هيرجع تاني؟ مش ضروري، لان في هنا عامل السن. كل سنه دلوقتي بتعدي على صلاح بنبقى كلنا منتظرين امتى هيحصل الدروب. فسواء بنحب صلاح او ما بنحبش صلاح، احنا داخلين الموسم ده مش عارفين لو صلاح هيبقى بنفس قوه السنه اللي فاتت ولا السن هيبدا يبان عليه. ودي الحته اللي انا حاسس ان احنا المفروض نبقى واقعيين شويه فيها. بكل تاكيد سواء صلاح عمل موسم كويس او لا، فهو بدون اي شك مش هيكون بجوده السنه اللي فاتت، مستحيل. اللي عمله السنه اللي فاتت ده هيبقى اعظم موسم لصلاح لغايه لما يعتزل بكل تاكيد، لان
يا جماعه فعلا السن بيحكم. على الجانب الثاني بصراحه انا شفت مواسم كتيره جدا لصلاح وهو بيبدا الموسم بشكل كويس جدا زي السنه اللي فاتت يعني، ولغايه فبراير بيبقى مفير وده هيكسب البالون دور اكيد ومين ممكن ينافسه وبتاع، وبعدين يجي على اخر الموسم ما بيكونش حتى من المرشحين الثلاثه ان هو يكسب البالون دور. فلو السنه دي ربنا كاتب لنا العكس يا سيدي، حتى لو ما كانش مفير بس عمال يجيب له كام جون وكام اسيست كام في كل ماتش كده، وتيجي على يناير يقوم كاسب له كاس الامم مع مصر يا رب، ويفنش الموسم بدوري ولا تشامبيونز ليج، ويبقى ساعتها بحكم البطولات مصنف ان هو هيكسب البالون دور، انا راضي. احنا جربنا بدايه زي الفل ونهايه مش احسن حاجه وما فادتناش بحاجه، نجرب العكس يمكن تظبط. فده كان رايي ببساطه على موضوع صلاح، بس حابب اعرف رايك انت تحت في الكومنتات. هل انت شايف ان البدايه المتعثره بتاعته دي هيقوم منها تاني بسرعه جدا ولا لا؟ هل انت شايف ان السيستم بتاع ليفربول السنه دي في عدم وجود فريمبونج او في وجوده بيفيد صلاح ولا لا؟ صفقه ايزاك هتساعد صلاح ولا لا؟ كل الكلام ده احب اسمعه منك تحت في الكومنتات، وبالمره تقولي لو في مواضيع حلقات تانية تحب ان انت تشوفها الفتره اللي جايه. شكرا جدا للمتابعه، اشوفكم الحلقه اللي جايه. كان معكم عمر حسين، سلام.